في بداية الفيلم يا صديقي بنشوف المحقق توم نايم على الكنبة في شقته. أول ما بيصحى بيروح لشباك أوضته وبيشوف حرامية بيحاولوا يسرقوا عربية. توم على طول بيخرج يواجههم بيحذرهم يمشوا لكنهم مش بيسمعوا له وبيحصل خناقة ما بينهم. توم بيضربهم ضرب مبرح وبيقول لهم إن لو شافهم تاني هيقتلهم. توم بيروح لكن اليوم اللي بعد كده بينتشر الخبر إن توم ضرب عيال أبرياء بعنف. الإعلام بيروحوا له وبيحاصروا اسمه بالكامل. بعد الحادثة دي الاسم قلقان على توم فبيبعتوا لطبيب نفساني لكن توم حتى مع الطبيب بيكون فظ وبيبدأ يدخن قدامه. لما الطبيب بيحاول يوقفه توم بيهدده وبيرجع لاسم الشرطة. بنشوف إليزابيث وهي شرطية جاية تشوف توم بتقول إنها كانت بتشتغل تحت غطاء لفترة طويلة، كانت في مهمة ضد تجار المخدرات فكانت محتاجة تتعاطى مخدرات عشان تثبت إنها منهم. إليزابيث بتحكي إنها بدأت تتعاطى ولما رجعت أرسلوها لإعادة تأهيل. لما رجعت من إعادة التأهيل اختبروها تاني لكنها فشلت في امتحان رتب السرجنت وده اللي خلاها تنزل لرتب كونستابل. توم بيحاول يطمنها لكنها عايشة حالة اكتئاب. توم بيروح يشوف بروس وهو رئيس مفتشين وبيشتغل مع توم. مراته حديثة الوفاة لما بيروح يتفرجوا على جثتها بروس بينكسر. توم بياخدوا البار وهما بيشربوا. توم بيحاول يرفع معنويات بروس وبيقدر شوية. في المشهد اللي بعد كده بنشوف شرطية وهي ماشية في الشارع ولما بتعدي راجل لابس هودي بيقف قدامها وبيضربها. توم بينتبه للحكاية ويوصل مكان الجريمة. الكل بيسأل عن بروس لكن توم بيقول انه لسه حزين على مراته ومش هيشتغل فترة. لكن مقتل شرطية مش حاجة ممكن يتجاهلوها. بيستدعوا مفتش مؤقت عشان يحل محل بروس اسمه بورتر. الضباط التانيين مش بيحبوه ومش عايزين يشتغلوا تحت امره لان الاشاعات بتقول ان بورتر مش كويس. لكن ضابط كبير وضح لهم انهم هيشتغلوا تحت قيادته فما عندهمش خيار تاني. بورتر بيتفاجئ انه لقى حليف غير متوقع في المحقق الواقع اللي عنيد توم اللي ليه تاريخ في حوادث عنف. اثناء التحقيق اليزابيث بتقولها صاحبها الشاب اللي في العصابه لقبه ميتال وهو خايف ان عصابته ممكن تكون قتلت حد. اليزابيث بتوعده انها هتدور على الموضوع لكنها بتقول انها اخر مره تساعده وان لو الراجل مات لازم يهرب من المدينه ولو عايش لازم يهرب من العصابه. اليزابيث بعد كده بتروح لتوم وبعد ما بتحكي له القصه توم بيطلب منها تروح للمحقق كاريج بيوافق يساعد لو اليزابيث تخرج معاه على موعد. بعد كده بنشوف مراسل اخبار بيتكلم عن واحد اسمه باري بيقول ان هو اللي قتل الشرطيه وانه لسه ما خلصش وهيستهدف ضباط اكتر في الايام الجايه. وهو بيتكلم بيروح لضابط تاني وبيضربه. باري بعد كده بيقول للمراسل ان عنده 8 ضباط تانيين في ليستا وبيقفل التليفون. الخبر بينتشر وبورتر بيجي لتوم وبيساله اذا كان هو الراجل اللي الناس بتوصفه بالظابط. وهما بيتكلموا توم بيتاكد ان بورتر عارف عنه كتير. في الوقت ده بيتاكدوا ان ضابط تاني اتقتل وبيبداوا يقبضوا على كل المجرمين اللي في المدينه. بيتواصلوا مع كل جواسيسهم وبيطلبوا منهم انهم يبقوا نشيطين اكتر من اي وقت. توم بيروح يشوف واحد من مخبرينه في المدينه اسمه رادنر وبيوري توم وبورتر اتجاه راجل اسمه باري واللي كان بيفتخر مؤخرا انه عين كلب بوليس على النار عشان يتدرب. توم وبورتر بيروحوا شقه باري لكن مش بيقدروا يلاقوا اي دليل ضده. باري وهو بيفتح الباب بيقف عليهم ضباط الشرطه. بيرتبك شويه في الاول لكنه قاتل ماكر فبيحافظ على هدوءه. توم بيتعرف على باري على انه الراجل اللي ضربه في خناقه في قاعه بلياردو من سنه. بيبدا يتمسخر عليه وهو بيمشي مع بورتر لكن باري على طول بياخد بعض حاجاته وبيروح يخبيها في حته تانيه. مخبر توم بيتبعه وعارف المكان اللي باري خبى فيه حاجته. رادنر بيقرر يعمل تحري الحاله وفي الاخر بيلاقي العربيه المهجوره ظاهريا اللي باري بيحفظ فيها تذكارات جرايمه. بكده بيتاكد ان باري هو القاتل. وسط كل ده بنشوف بروس بيروح لمحل بيشتري خمره وبيصدمه انه بيدمر حياته وبيقرر يرجع للشغل. بيروح اسم الشرطه وبيبدا يشتغل تاني. وهو طالع بنشوف باري بيتبعه. طلع ان الهدف الجاي لباري هو بروس نفسه. بروس بيروح البيت وباري وراه. لما بيوصل باري بيخبط الباب وبروس لما بيفتح باري بيهجم عليه. بروس نفسه ضابط الشرطه فمش بيسكت بيجيب مطرقه وهو على وشك يضرب باري. باري بيخطف المطرقه منه وبيضربه بيها كذا ضربه. بعد ما بيقتله باري بيقعد يتفرج على التلفزيون في بيت بروس وبيسرق بدلته الرسميه وبيطلع. باري بيتكلم مع مراسل تاني وبيقول له ان قتل الضابط التالت بروس. بيطلب من المراسل يظهر اسمه في الجورنال بكره وبيقول له يسميه بيلتز. توم بيتاكد ان بروس اتقتل مصدوم عشان بروس كان صاحب عزيز عليه. بنشوف باري وهو حاطط كل حاجته في بوت العربيه لكن مخبر توم وراه طول الوقت وهو شايف كل تحركاته. بيروح للعربيه وبيشوف حاجات باري. المخبر بعد كده بيتصل بنفس المراسل وبيقول له انه عارف القاتل. بيحاول يعمل صفقه معاه وبيطلب منه 50,000 دولار عشان يعرفوا مكان كل الحاجات اللي بتثبت مين القاتل. المراسل بيوافق وبيساله ينزل فين. المخبر بيديه عنوان باركينج. المراسل على طول بيروح هناك والمخبر بيوريه الحاجات اللي في العربيه. المراسل مش مصدق كل حاجه لكنه بيمسك ببدله بروس. بيوافق يديه الفلوس. في الوقت ده باري شايف كل حاجه وهم طالعين باري بيطلع كل الحاجات وبيخبيها في مكان تاني. اليزابيث بتروح لكريج وبتساله اذا كان الراجل مات لكنه بيقول انه عايش بس اتاذى. بيقول ان الراجل لسه ملومش اي اسم. اليزابيث بتستوعب ايه اللي تقدر تعمله في المقابل وهو بيقول لها انه مش عايز منها غير شويه قعده بكره بالليل وهي بترضى. المراسل بياكل المخبر على البار وهناك بيديله كل الفلوس. المراسل بيقول انه محتاج يروح الحمام وبيسال المخبر على اسم القاتل لكن المخبر بيقول له انه هيسميه لما يرجع من الحمام. المخبر لما بيروح الحمام بيشوف ان باري في البار كمان وهو ماشي وراهم. باري بيروح ورا الحمام والمخبر العجوز اول ما بيشوف القاتل بيبدا يرتعش. بيتوسل ليه وبيقول له ان لسه ما اداش اسمه فهو مش مستحق يموت. لكن باري مش بيعرف حاجه عن الرحمه وبيقتل المخبر
اوبر وبيطلع بره ومعاه 50,000 دولار. المراسل بيعرف البوليس بالعربيه لكنهم بيلاقوها فاضيه. توم وزميله بيستوعبوا ان كل ده حياه باري. لحد دلوقتي كانوا ضباط شرطه قبضوا على باري في الماضي، وان اليزابيث غالبا الضحيه اللي عليها الدور. اليزابيث بعد ما بترجع من موعدها بتتعرض لهجوم من باري، لكنها بتتنقذ على ايد ميتال اللي بيتقتل في خناقه. قبل ما باري يهجم على اليزابيث تاني الشرطه بتوصل. توم وبارتر بيقرروا ينشروا صوره باري في الاعلام عشان يطلعوه من بغبائه ده. في الاخر بعد مطارده طويله بيخلوهم يقبضوا عليه، لكن مفيش دليل قوي ضده. فبعد 48 ساعه واستجواب ما بينجحش، البوليس مضطر يطلق سراحه. توم وبارتر وهم متضايقين بيخططوا يعملوا خدعه على باري، وهم عارفين انه هيبقى عايز ينتقم من توم عشان الخناقه القديمه. باري بعد كده بيقتحم جنازه بروس وهو لابس بدلته. اثناء الجنازه توم بيطلع وباري وراه. توم بيقود باري لأعلى جراج. هناك بيتضح ان توم وبارتر بدلوا اماكنهم في الطريق. باري بيتفاجئ بتوم المستخبي ويضربوه ضرب مبرح وبيتغلبوا عليه وبياخدوا مسدسه. توم بيقول انهم عمرهم ما هيلاقوا ادله تكفي الدين باري قانونيا، بس دلوقتي في موقف مريح. باري لابس بدله شرطي وتوم معاه مسدس باري، يقدروا يضربوه بمسدسه نفسه وهيبان ان باري كان مجرد ضحيه تانيه لباري نفسه. الفكره دي توم بيضرب باري وبيقتله. بارتر بعد كده بيخلص على كل الادله. توم بعد ما باري بيموت بيقرر يعلم المراسل درس عشان كان بيكتب مقالات ضده وضد الشرطه، فبيحرر الكلاب البوليسيه عليه. وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.